عسلامة، جيتكم بدبارة خف لف والبنة جارونتي مقرونة صوص بلانش من غير بشاميل. وشوفوا معايا هيك التجبيدة متاع جبن حاصل تدوخ. يلا نبداو. نحط زيت زيتونة وشوية زبدة في المقلة متاعي. بعد ما يذوب نحط الكروفيت. انا لهنا حليتها في ظهرها من فوق ونحيت لها هيك الخيط اللي في الوسط، جوست معناها حبيتها بقشرتها باش نزين بها الغساج نتاع الصحن نتاعي. فوحتها ملح وفلفل اكحل وثوم وخليتها تطيب على نار هاديه ونغطيها بطبيعه الحال وندور ونحرك. او ميم طون حطيت الماء يغلي نتاع المقرونه وحطيتها تتصمت. لهنا الكروفيت نتاعي طابت، نحيتها وفي نفس المقله حطيت من ماء المقرونه وحطيت كريم ليكيد. بطبيعه الحال حركتهم حتى لين ولاو يتجانسوا مع متجانسين، وزدت يعني ملح وفلفل اكحل. وقت اللي وصل الخليط نتاعي يغلي حطيت جبن غرويير وجبن موتزاريلا عربي. الحق الكاليتي نتاع جبن طياره تو نحط لكم الباج اللي نشري من عندها في الديسكريبسيون، يعملوا توصيل تونس الكبرى. لهنا كيما تراو المقرونه نتاعي تصمتت، حطيتها على الكريم نتاعي بطبيعه الحال رشت جبن في الوجه. ولهنا فوالا المقرونه نتاعنا حضرت خف لف والبنه كيما قاعدين تشوفوا في التصويره. ما شاء الله عليك التجبيده نتاع جبونات. الحاصل بنه اخرى. لهنا الغساج نتاعي عملته بالكروفيت كيما قلت لكم باش زينت به الصحن، وطبعا الطعم موجود. ما تنسيوش تعملوا جيم وبارطاج الفيديو وتشاركونا عاد بتصوركم المزيانه وتطبيقاتكم. كما قلت لكم نخلي لكم الباج اللين نتاعها في الديسكريبسيون. انا عندي سنين نشري من عندهم الحق وساتيسفيت على الاخر. بسلامه.